اهلا بيكم. معاكم دينا خلاف، لايف كوتش، مدربه الوعي الذاتي والتطوير الشخصي. تعالى النهارده اسالك سؤال مهم جدا. هل جيت في وقت كده وقفت قدام المرايه وبدات تسال نفسك او تسالي نفسك انا مين بعيد عن الادوار اللي احنا بنلعبها كل يوم في وسط الظروف؟ انا ام، انا زوجه، انا اب، انا موظفه، مهندسه، دكتوره. سيبك من كل الالقاب والوظائف والادوار اللي احنا بنقوم بيها، وتعالى ادخل جوه نفسك واسال انا مين. يعني الجوهر اللي جواك والعمق اللي انت مش واخد بالك منه طول الوقت، وتايه في وسط الاصوات اللي حواليك والناس اللي حواليك. في رحله اسمها اكتشاف الذات. الرحله دي بندخل جوه نفسنا مش بره. الرحله دي محتاجه للشجاع المستعد ان يكون نسخه افضل من نفسه، اللي هو يتعرف على ذاته الحقيقيه، يبدا يكتشف الكنوز اللي جواه اللي مدفونه ومطفيه طول الوقت. اول سؤال هنساله لنفسنا: انا مين بدون اي القاب؟ انا مش فلان، ولا الموظف في الشركة الفلانية، ولا من عيلة فلان. انا مين؟ انا فين في الحياة؟ انا مين؟ ايه الصفات اللي بتميزني طول الوقت وفخور بيها في نفسي؟ ايه القيم اللي عندي؟ قيم الصدق، الحرية، الأسرة، المال، القيم الحقيقية اللي ما اقدرش اعيش من غيرها، ولو عشت من غيرها بكون عايش ضد نفسي ومش مرتاح نفسيا. انا مين بالنسبه لشغفي؟ ايه الحاجه اللي انت بتستمتع وانت بتعملها، ما بتحسش بوقت ولا اي شيء بتمل منه وانت في الحته دي او بتعمل الحاجه دي، لان هو ده شغفك، الحاجه اللي بتشحن طاقتك من اول وجديد. تعالى اكتشف نقاط الضعف اللي عندك، اللي كلنا او معظمنا بيبدا يشيل عينه من عليها، مش عايز يشوفها. نقاط الضعف: ايه الحاجات اللي انا بالنسبه لي عندي خزي منها، مش قادر ان انا ابوح قدام الناس بنقاط الضعف دي؟ وابدا طلعها واكتبها. اكتب كل نقطه ضعف انت محتاج تتغير فيها وتشتغل عليها. وانا بكتب نقاط الضعف انا ببدا اتقبل ان موجود عندي نقاط ضعف، لان في الجانب التاني عندي نقاط قوه. فزي ما ده عندي ده عندي، بس انا محتاج اتحرر وابدا في رحله التغيير. بعد كده ابدا اسال نفسك: انا مين؟ نقاط قوتي ايه اللي بيميزني عن غيري؟ ايه الحاجات اللي انا فعلا قوي فيها من جوايا؟ مش مهم ان انا اكون قوي قدام الناس ومن جوايا حاسس فيها بضعف وهشاشه. ابدا شوف نقاط قوتك والمميزات اللي مخاوف. بعد كده اسال نفسك عن مخاوفك. ايه اللي انت خايف منه طول الوقت ومش قادر تبوح بيه قدام الناس؟ طب ايه الحاجه اللي بتديك الامان ومصدر امان ليك واحتواء ليك؟ اكتب كل ده، لانك بتبدا تشوف كل مره حاجات انت ما كنتش تعرفها عن نفسك. بالنسبه للعلاقات: هل انت في وسط الناس اللي هم شبهك فعلا، ولا انت عايش طول الوقت مع ناس مش شبهك اصلا؟ هل انت طول الوقت بترضي الناس على حساب نفسك؟ يعني من الاخر كده ما بتعرفش تعمل حدود. محتاج ان انت يكون عندك حدود نفسيه صحيه. محتاج ان انت تتعود وتتعلم انك تقول لا بكل جراءه. كل ده لازم تكون عارفه عن نفسك. طب وقت الاختلاف ما بيني وما بين الناس اللي حواليا انا بتصرف ازاي؟ وبناء على التصرف ده انا بكون مرتاح من جوه، ولا لا انا دايما بدور على رضا الناس ومش مهم راحتي اللي جوه؟ فابدا شوف، لو انت بتتصرف تصرف معين بتتصرفه ليه؟ وهل انا فعلا حاسس ان انا مرتاح في التصرف ده، ولا اتصرفت بناء على ايه؟ كل الاسئله دي بتبدا تنور جوانا اماكن مغلقه، اماكن ضلمه جوانا ما كناش شايفينها. هتبدا تشوف نفسك الحقيقيه بصورة تانية. هتقلع النضارة السوداء وتبدأ تشوف الحقيقة بتاعتك اللي طول الوقت انت بعيد عنها. هتبدأ تكتشف نفسك الحقيقية، الجوهر والكنز اللي ربنا حطه فيك. هتبدأ تتحرر من حاجات هي معطلاك بالفعل، بس انت ما كنتش شايفها او بتتجاهلها طول الوقت. مجرد ان انا بدأت يكون عندي وعي واكتشفت نفسي وبدأت في رحلة التغيير، انت حياتك اتغيرت تماما. انت بدأت تكون انسان تاني خالص، انسان بيحلم بحياة مثالية بس هو عايش عكس نفسه. اول ما ابدأ الاقي نفسي اللي بدور عليها طول الوقت، انا ببدأ اختار الواقع والحياة اللي انا عايز اعيش فيها. اتمنى تكونوا استفدتوا. اتمنى بجد ان كل واحد يدخل جوه نفسه ويقف مع نفسه وقفة: انا فعلا محتاج اكتشف نفسي من اول وجديد. شكرا ليكم، شكرا لوقتكم. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة وشارك بيه حد ممكن يكون محتاجه. كان معاكم دينا خلاف.